طبعا هذا تقليد جاري به العمل منذ تبوء مسؤولية رئاسة المنتدى المغربي للنشر الحق والإنصاف. دخلنا في سلسلة من المشاورات سواء بمناسبة الانتخابات أو غيرها، ولكن بالأساس أنه نرافع من أجل أنه فاعل سياسي يتبنى هذا الملف ديال توصية هيئة الإنصاف المصطلحة، خاصة الشق السياسي فيه، لأنه هو اللي مهيكل دولة المؤسسات ودولة القانون. وطبعا من جهة أيضا حتى يتحول الملف إلى مجتمعي، ما يبقاش غير فئوي خاص بالضحايا. طبعا الضحايا جزء من المجتمع، وهذا كيعني بأنه لا بد من المسافة بين الضحايا وما بين الملف والقضايا. هذا جانب. الجانب الثاني، هذه أول مرة كنديروا مذكرة مفصلة وكنصيفطوها لجميع الأحزاب الوطنية الديمقراطية والوطنية والسياسية. وطبعا أعطتنا واحد الانطباع، خاصة بعد اللقاء اليوم اللي درنا مع جبهة القوى الديمقراطية، على أنه لا بد من مزيد من الحوار، لأنه الإرادات متوفرة لدى الجميع، ولكن يجب تفعيلها داخل في الميدان، وخاصة ضمن مقتضيات، خاصة في البرنامج. وكيف قلت قبيلة على 3 المراحل: المرحلة ديال البرنامج الإعداد ليه وفتح حوار عمومي حوله، ثانيا خلال الحملة، وثالثا أثناء التنزيل سواء من موقع المعارضة أو من موقع الأغلبية.